بعد سنوات ظلت دائرة الهجرة والتجنيس الصومالية خلالها في طي النسيان بسبب انهيار الحكومة والحروب الأهلية، عادت اليوم لتنفض الغبار عن نفسها وتستعيد زمام المبادرة. إعادة الاحترام إلى الجواز الصومالي كانت من أولوياتها، فأجرت تعديلات في شروط وإجراءات الحصول عليه، كما نقلت الجواز الصومالي من اليدوي إلى الإلكتروني، واستحدثت أخذ البصمات وخلق قاعدة بيانات لتجميع معلومات حامل الجواز. لدينا 27 سفارة حول العالم تصدر الجواز و25 موقعا داخل الوطن. نتخذ إجراءات دقيقة لمراجعة طلبات المتقدمين للحصول على الجواز، وهذا يعني أن يحصل عليه من يستحقه فقط، وهذا أعطى جوازنا مصداقية كبيرة. الإجراءات الجديدة للحصول على الجواز الصومالي قطعت الطريق أمام تزويره، كما جرت العادة خلال العقدين الماضيين. وتقول الحكومة إن دولا كثيرة بدأت تثق بالجواز الصومالي، غير أن عقبات كثيرة ما تزال تعترض طريقه. نشعر أن العالم بدأ يتفهم أن الصومال آخذ في التعافي، وأبدى ثقته في الجواز الصومالي، وسيزور خبراء أوروبيون وأمريكيون الصومال للوقوف على إجراءات الحصول على الجواز. هنا مطار مقدشو الدولي يشهد حركة نشطة بعد تحسن الوضع الأمني في العاصمة، حيث ارتفعت نسبة القادمين والمغادرين، ويعبر كثير من الصوماليين عن ارتياحهم لعودة دائرة الهجرة وتحسن سمعة جواز سفرهم، ما مكنه من السفر بشكل سلس. أشعر بفارق كبير. خدمات المطار وعمل دائرة الهجرة شبيهة بما في المطارات العالمية. لمسنا تحسنا واحتراما من قبل البلدان التي نزورها، بدأوا يحترمون الجواز الصومالي ويسهلون لنا كل شيء. بعد سنوات عجاف ظلت الصومال في عزلة عن العالم، يحاول اليوم تحسين صورته من خلال مطاراته ورد الاعتبار لجواز سفره، محاولات تأمل الحكومة أن تفتح لمواطنيها أبواب التواصل مع العالم الخارجي. جامع نور، الجزيرة، مقدشو.